لغايه اخر الماتش؟ يعني هل حصل انهيار في اخر ربع ساعه مثلا ولا الموضوع مش ازاي؟ ما اقدرش افتح الملعب، ما اقدرش العب في مساحه الملعب مع فريق قوي عنده مهاره وعنده سرعه. لازم اضيق مساحات الملعب والعب في حوالي 40 يارده من الملعب بحيث ان يبقى ما فيش فرصه ان اللعيب اليوناني والاستلام لما تديله مساحه تنزيل. انما انا حاولت اضيق بحيث ان انا اضيق مساحات بحيث ان اللعيب لو قدر يطلع من اللعيب من عندي بيلاقي لعيب تاني موجود في نفس المكان. فاحنا قدرنا نحافظ على الكلام ده. اي هدف طالما دخل ضمك هدف ما عندكش خلاص، انت هتبدا تدور على مكسب، هتبدا تدور على تعديل نتيجه. فبالتالي بدات اغير من طريقتي 4 3 ل 4 2 3 1 عشان اقدر احافظ على احاول احقق التعادل. جات لي فرصه لعبد الله ابراهيم داخل منطقه الست اللي حطها فوق كانت برضه حضرتك فيها التعادل. انما انت واجب واحد يعني انت مش مطالب ان انت بتلعب ضد فريق كبير ان انت تفتح المساحات، لازم الاقي يبقى عندي انضباط بس مش مطالب ان انت لما تخش في هدف تحافظ على نفس التكتيك. لازم تفتح الملعب ولازم تنزل لعيبه كبيره هجوميه يحاول مدرك ان هي التعادل، لان واحد زي 3 زي 4 جاهزين. وبالتالي الملعب اتفتح في اخر ربع ساعه، وكان زي ما كان نادي الزمالك فيه فرص، كان في حرس حقيقي فيه فرص، ووصلنا بقى للمباراه. ودي كره القدم، فريق كسبان النهارده مبروك. فريق خسر النهارده رغم انه بذل من الجهد كتير جدا. نادي الحرس اللعيبه بذلت مجهود كبير جدا. انا ما اقدرش اخد من اكثر من